السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة الشيف محمد سلام. لو أنا يا شيف عايز أعمل دجاج مشوية على الفحم بالطريقة دي أعمل إيه؟ نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونبدأ في الشغل. عندي حبتين دجاج أهمت. بمسك الفرخة كده من فوق أو الدجاجة من فوق، بشيل سلسلة الظهر بتاعتها زي ما انتم شايفين أهو. بشيل سلسلة الظهر وببدأ إن أنا بالسكينة كده بعمل فيها فتحات. بشيل الزوايد اللي فيها الجناح الزيادة، حتة الزيادة اهو. ببدأ اي مفصل بمشي السكين عليه، بمشي المفصل على السكينة على المفصل بتاع الجناح اهو. بخبط بالسكينة كده برضو على اي مفصل، بديله بكعب السكينة شوية بحيث ان انا اكسر العظم كله من بعضه زي ما انتم شايفين كده اهو. يعتبر انا خليت حوالين العظم، والعظم بتاع الصدر برضو بديله بالسكينة. وبشرح الدجاج من فوق عشان ما ياخدش معايا سوا كتير. وبرضو نجيب التانية برضو نفس النظام. شايفين انا ماسك الفرخة ازاي؟ واحدة من هنا وواحدة من هنا، السلسلة بتاع الظهر اتشالت. طبعا السكينة لازم تكون حامية زي السكينة اللي معايا ديت. ببدأ ان انا بشيلها كده اهوت. خلي بالكم يا جماعة انا ما شيلتش اي عظم خالص، انا بس بخبط بالسكينة على المفاصل وعلى العظم زي ما انتم شايفين كده. ما شيلتش حتة عظمة من الفرخة، شيلت بس الزوايد منها. الحركة دي بتخلي الفرخة معايا تستوي وبتبقى لسه بحالتها زي ما هي. انا مش عايز اشيل منها عظم، انا بس بعمل كده علشان انا اقلل من الوقت بتاعها على الفحم بحيث ان هي ما تنشفش معايا وتفضل طريه. بمشي بالسكينه حوالين المفصل بتاع الجناح وعلى الورك برضو من بره ومن جوه والصدر زي ما انتم شايفين اهو. شوفهم بس كده، بدي نغزات صغيره بس. كفايه الشيف كده، كفايه عليها. ابدا اغسلها غسله نظيفه بالخل والملح والدقيق. في البوله ده عباره عن عصير بصل مع عصير طماطم، عندي شطه حمراء مطحونه، عندي ريجان وروزماري مع بعض، عندي زيت زيتون، عندي توم، عندي خل، عندي مستردة، عندي بولة كريمة. لو ما فيش بولة كريمة بنحط مكانها بولة لبن. لو ما فيش بولة لبن بنحط مكانها بولة زبادي. دي بتخلي لي الفراخ المشوية طرية جدا جدا وجوسي. التوابل بتاعتنا اللي هي التوابل العادية اللي موجودة في كل بيت، فيها ماجي باودر، فيها ملح، كمون، كزبرة، فلفل اسود، فيها بابريكا، فيها سنة شطة صغيرة لو انا عايز، وعندي عصير ليمون برضو بحط عليها. ودي الشطة اللي هي الهريسة السوري. لو مش موجودة بحط شوية شطة بودر أو أطحن قرن فلفل في الخلاط كده وأحطه معاهم. بقلبه على عصير البصل والطماطم. جبت بصلاية بشرتها وطماطماية بشرتها وصفيتها، خدت منها المية. ودي النهاردة هي اللي هتكون المارينيه بتاعي بدون مية بدون أي شيء. بمسك الدجاج بتاعي طبعا بعد ما غسلته وصفيته، بتبله تتبيلة جميلة كده من فوق ومن تحت، وبعمل له مساج في كل حتة بحيث ان التتبيلة بتاعتي تدخل في كل مكان فيه. وبعد كده يا شيف هنعمل ايه؟ بعد كده تدخل الفراخ التلاجة لمدة 10 ساعات او 12 ساعة. ويا ريت قبل ما نعمل الدجاجة يا جدعان نعملها بيوم ونسيبها في التلاجة علشان ما تاخدش وقت كتير على الفحم. اي حاجة نعملها على الفحم نحاول نتبلها قبلها بفترة كبيرة، اقل شيء 12 ساعة. ونحط الدجاج في التلاجة ونرجع نجيبها على الفحم بتاعنا. زي ما انتم شايفين الفحم بتاعنا النار هادية وصافية. ملحوظة صغيرة بعد اذنكم، ما تكونش الفحم شديد، الحرارة شديدة. كل ما الحرارة بقت شديدة الحاجة بتاعتي اتحرقت من بره ومن جوه لسه فيها دم. نحاول نتلاشى الخطوة دي. فردت الدجاج بتاعي كده زي الكتاب في قلب الشبكة بتاعتي. حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله. شايفين الأعشاب عاملة ازاي؟ مخليها ريحتها روعة، قلب المطعم كله. اهو قلبتها على الوش التاني، لون حكاية وطعم ما اقولكوش ان شاء الله. اهي الجناح طالع كده بيشاور للجمهور. ان شاء الله الوصفة دي تعجبكم. وباجي بالسكينة، ما عندي سكينة صغيرة كده يا شيف برضه علشان اتأكد. بقعد اخرم في الدجاج بتاعي كده بحيث لو عندي مكان
الدم محبوس فيه ولا حاجة بفتحه، وعلى فحم هادي والدنيا تمام. انا ما وريش اي حاجة، انا قاعد النهاردة علشان اعمل الدجاج ديت لكم. هي ان شاء الله ما بتاخدش ازيد من تلت ساعة على الفحم. اللون جميل، ما اتحرقتش. خلي بالكم يا جماعة بعد اذنكم، الدجاج المشوية او اي حاجة على الفحم ما بتحبش التوابل الكتير، لان كترة التوابل الكتير والمارينيه الكتير بيخليها تسود. وده الشكل النهائي بعد ما استوت. حاجة جميلة وحاجة روعة، ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناة. كان معكم الشيف محمد سلام.